السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقعة بتاعتنا النهاردة أنا مش هقول مكانها فين لأن المقصود النصيحة وليست الفضيحة. بنسمع عن جرائم كتير من الخيانات الزوجية، الزوجة خانت جوزها مع واحد صاحبه، زوجة خانت جوزها مع واحد من الجيران، مع واحد على السوشيال ميديا. بنسمع حاجات كتير من الخيانات الزوجية للأسف. ولكن الخيانة بتاعت النهاردة مختلفة شوية. الزوجة عندها 34 سنة، حبت واحد زميلها في الشغل عنده 40 سنة، ولما جه يتقدم لها هي كانت عارفة ان هو بتاع علاقات نسائية ومشهور قوي كده وسمعته معروفة. ولكن هو لما تقرب لها قال لها ان انا مش هعمل كده تاني، وانا خلاص يعني الصراحة من عشان خاطر انا حبيتك، يعني زي ما بتقولي كده انا طبت على ايديك، خلاص مش هعمل الحاجة دي تاني ولا عايز اقرب من اي واحدة تاني. فهي الزوجة هنا صدقته وخلاص، او البنت صدقته قبل ما يتخطبوا يعني، وخلاص واتجوزوا هما الاتنين. ولكن بعد ما عدى شهور من الجواز اكتشفت ان هو برضه لسه بيعمل علاقات نسائية. هتقولي اكتشفت ازاي؟ هقولك ان الزوجة مهما كان بتحس بجوزها لو هو بيخونها وبيعمل حاجة بره. لازم بيبقى في كده حاجات في العلاقة بينهم هما الاتنين، بتبدأ بتعرف هي وبتحس ان هو الراجل ده مش طبيعي وان هو لسه مستمر في علاقاته النسائية. فهي هنا ما بينتش ليه حاجة وقالت طول ما هو بيعمل الحاجة دي بره اهو ربنا يهديه في يوم من الايام، بس اهم حاجة بعيدة عن بيتي، وبدل ما هو بيعمل الحاجة دي بره مش مشكلة، ويمكن يجي في يوم من الايام ربنا يهديه، بس اهم حاجة ان هو يعني ما ينقليش مرض ولا حاجة من العك اللي بيعكه بره. طبعا ده تفكير غلط اكيد يعني. اللي حصل هنا ان هو في يوم من الايام جاب واحدة في الشقة عنده، وعلشان خاطر يأمن نفسه اتصل بمراته عشان خاطر يشوفها فين. هو كان عارف ان هي في الشغل وهي نبطشية وهتبات وكده، وكان متأكد من كده، فقال لك برضه اتأكد زيادة واكلمها. عاملة ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه بتاع ايه؟ قالت له لا ده انا تعبانة وبستأذن من الشغل وجاية في السكة. هي قالت له كده، هو قوام قال لها بسرعة قوام البسي، ده هي ايه جاية ده يعني، بلاش النهاردة بقى خلاص. فلبست قوام وخدت بعضها وايه ونزلت هي وهو. جت الزوجة ودخلت بيتها وبتاع وكده، ولما دخلت أوضة النوم للأسف لقت قطعة من الملابس الداخلية على الأرض اللي كانت موجودة قبل كده، نسيت تلبسها. والله أعلم بقى نسيت تلبسها ولا ممكن تكون سايباها كده عشان التانية تشوف، يعني نوع من أنواع كده النسا برضو، تقول لك عشان خاطر تعرف إن أنا كنت هنا، ويمسكوا الاتنين في بعض. وده اللي حصل حقيقي. هو لما جه قالت له إيه ده؟ قال لها بتاعك. قالت له ده مش بتاعي، ده انت عارفهم كلهم واحد واحد بألوانهم كلهم، ده بتاعي برضو. قال لها طبعا برجل. قالت له شم السرير كده، البرفين ده بتاعنا. البرجل الراجل بقى مش عارف يعمل ايه. راحت هي قالت له انت لسه يعني انت بتعمل بره وانا عارفه، وكمان في بيتي وفي شقتي وفي اوضه نومي وعلى سريري. وراحت مصوته وراقعه بالصوت. هو شافها كده بتعمل كده قال هتفضحني. حط ايده على بقها بقى يكتم بقها، رقبتها اتكسرت، ويكتم في بقها لغايه ما ماتت في ايده. هنا على طول هو خد بعضه وهرب. طبعا اهلها بيتصلوا بيها، ما بتردش. راحوا البيت لقوها ميتة على السرير. طبعا اتصلوا بالأجهزة الأمنية، جت الأجهزة الأمنية طبعا وبتفريغ الكاميرات عرفوا طبعا إن جوزها اللي عمل كده. آخر واحد كان موجود معاه في الشقة وفي أوضة النوم، يعني هيكون مين؟ جابوه طبعا، اعترف بالواقعة وقال اللي حصل كله، وإن أنا كنت على علاقات بنسائية بره البيت وجوه البيت، ولما اكتشفت بدأت تصوت وهتفضحني. بحط إيدي على بقها، ما كانش قصدي إن أنا أموتها، والله مش قصدي أموتها أنا، بس عشان خاطر الفضايح. طبعا اتقبض عليه وعلى المحكمة طبعا، وآخرته ده هيكون الله أعلم بقى، هياخد فيها ممكن 25 سنة، 15 سنة. كل ده علشان خاطر إيه؟ العلاقات النسائية يا حبيب قلبي. ما عجبكش الحلال ومشيت ورا الحرام، يعني أنت راجل عينك فارغة وراجل مش محترم، وزي المثل ما بيقول ديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقنا فيه قالب طوب. هي الزوجة للأسف كانت عارفة بخيانتك ووساختك وقلة أدبك وقذارتك،
ورغم كده كانت مستحملة وكانت خايفة وهي عايشة معاك إنك ممكن تنقل لها المرض من القرف والعك اللي أنت بتعكه بره. كمان جايب واحدة جوه البيت وناسية تلبس الملابس الداخلية بتاعتها. شوف ربنا بقى سبحانه وتعالى عمل فيك إيه، حتة بتاع ما يلزمش وقعك في واقعة وفي جريمة تقضي بيها عمرك كله في السجن. كل ده علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى اداك نصيبك من الستر. لما لقاك بني ادم مش عايز ان انت تستحي منه ولا تتوب اليه، فربنا هنا كشف سترك. ما انت قلت لها هي انا تبت لله ومش هعمل كده تاني وانا بحبك وانا عمري ما هقرب ولا هعمل الحاجة دي تاني، ولكن انت بتعاهد واحدة انسانة، ما عاهدتش ربنا كمان. طيب انت لو كنت عاهدت ربنا ان انت ما تعملش حاجة زي كده وما تقربش من الحاجة دي تاني وكان ربنا ستر عليك وخلصنا، لكن انت لا، استمريت على المعصية واستمريت على العك لغاية ما ربنا بقى هنا كشف سترك بحتة بتاع ملوش أي لازمة. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.